السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على الحساب على الجذور. أولا لدينا خواص. لدينا جذر A على جذر B يساوي جذر A على B. يعني لما يكون عندنا جذر تقسيم جذر نقدر نديروهم في جذر واحد. عندنا جذر A على جذر B يعطي لنا جذر A على B. عندنا هذا المثال مثلا جذر 3 على جذر 2 واش يساوي؟ يساوي لنا جذر 3 على 2. عندنا الخاصية الثانية أنه عندنا جذر A في جذر B يعطي لنا جذر A في B. عندنا هذا المثال مثلا جذر 5 في جذر 6 يعطي لنا جذر 5 في 6 ويعطي لنا جذر 30. عندنا الخاصية الثالثة جذر A مربع في B تساوي A جذر B. عندنا هذا المثال مثلا جذر 2 مربع في 3 تعطي لنا جذر 2 مربع في جذر 3. هنا التربيع يروح مع الجذر تبقى لنا 2 وهنا جذر 3 2 جذر 3. عندنا ملاحظات. عندنا جذر A زائد جذر B لا يساوي جذر A زائد B. وعندنا أيضا جذر A ناقص جذر B لا يساوي جذر A ناقص B. مش كما الضرب هنا في حالة الجمع والطرح ماشي كما حالة الضرب. هنا ما نقدروش لا يساوي. الآن عندنا حل المعادلة x مربع تساوي b حيث b عدد طبيعي. إذا كان b أكبر من الصفر فإن المعادلة x مربع تساوي b لها حلين مختلفين. عندنا ناقص جذر b وجذر b. عندنا هذا المثال مثلا عندنا x مربع تساوي 3 هذا هو الb 3 هو الb. إذا الb راه أكبر من الصفر 3 هذه راه أكبر من الصفر. إذا المعادلة x مربع تساوي 3 عندها حلين. الحل الأول اللي هو x يساوي جذر 3 والحل الثاني هو x يساوي ناقص جذر 3. إذا كان b يساوي الصفر فإن المعادلة x مربع تساوي b لها حل واحد وهو صفر. يعني إذا كان عندنا معادلة x مربع تساوي الصفر الb هذا شحال هو الصفر الb يساوي الصفر. إذا نقول أن المعادلة لها حل واحد اللي هو الصفر. إذا كان الb أقل من الصفر فإن المعادلة x مربع تساوي b ليس لها حل. يعني عندنا هذا المثال مثلا x مربع تساوي ناقص 2 والناقص 2 راه سالب راه أقل من الصفر الb راه أقل من الصفر. إذا نقول أن المعادلة ليس لها حل. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس البسيط وانتظرونا إن شاء الله في دروس قادمة وشكرا.